في علم النفس في 10 أو 11 طريقة بتعرف منهم تقرأ الشخص اللي قدامك. في بعض الأوقات أصغر الأشياء اللي بيعملها الجسم ممكن تقول رسالة مهمة للي حوالينا، مع إن إحنا بنتحرك الحركات أو بنعمل الحاجات دي من غير لا وعي. بس في بقى بعض الحركات دي بتعرف توصف بصدق اللي بنحسه جوانا وبتقول حاجات كتير قوي عننا. إنك تفهم لغة الجسد دي حاجة أكيد مهمة، عشان كده لازم تفهم إيه معناها. وده بقى موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. هكلمك عن لغة الجسد وهفصصها لك ب11 طريقة عشان تعرف توصل الحاجة اللي انت عاوزها للي قدامك او حتى تفهم اللي قدامك. رقم 1، عادة التململ. سواء دي عادة مستمرة او حاجة بتعملها عشان خاطر تعرف تتكيف مع التوتر، الافضل ليك انك انت تعمل لها حدود. ان مثلا تلعبي في شعرك او تلعب في الخاتم، حتى طرقعة الصوابع، او تبص في الساعة كل شوية لما بيكون في حد بيكلمك، فده معناه انك انت مش مهتم او انك مش عاوز تكون في المكان ده وعايز تروح في حتة تانية. رقم 2، لمس الحواجب. لو لاحظت ان الشخص كتير قوي بيلمس حواجبه، فده معناه ان هو بيحس بالضغط او التوتر، والخبراء بتقول ان دي طريقة علشان خاطر يعرف يهدي بيها نفسه، يرجع تاني السيطرة عليها. لغة الجسد بتقول ان الشخص ده بيحاول جدا يفتكر حاجة، والطريقة دي واضحة قوي لما هتلاقيه كده بيفكر بعمق في موضوع ما. 3، انك انت تعضعض او تاكل ضوافرك. دي علامة على العصبية والخجل اللي بتبان للآخرين، بس انت عارف ان الطريقة دي بتقلل شوية التوتر، بس بتكشف وقتها عن مشاعر من غير ما الشخص يقصد. وكمان ده ممكن يخلي الشخص اللي بتكلمه وانت بتعمل ده يكون مش منتبه ليك ومركز اكتر في قرقضة الضوافر. طبعا اصلا الطريقة دي مضرة للاظافر وبتأثر على ان ازاي الناس شايفاك، وبيدي انطباع ومظهر سيء من خلال الشكل. 4، انتبه للموقف. الطريقة اللي بتقف بيها او بتقعد بيها بتبين حجم احساسك بالثقة. انك تبقى كده متراخي ممكن يكون امر طبيعي حتى لو ما كنتش مرتاح، بس ده بقى لو زاد عن حده قوي الاخرين بيشوفوه ان هو قلة احترام للنفس، بغض النظر عن احساسك انت مرتاح ولا مش مرتاح. 5، قلة الحركة الشديدة. لو باين انك انت هادي جدا وساكن كده، الناس بتعتقد وقتها انك انت شخص مش مهتم ان هو يتكلم معاهم او حتى ان هو يسمعهم. قلة حركتك دي تخليهم كمان مش مرتاحين ومش عارفين يفهموك. ممكن شوية تبين تعبيرات على وشك وتهز راسك مع الكلام معاهم، بس بحركة ذكية تساعدك وقتها انك انت تدي او تسيب انطباع افضل. 6، دحرجة العينين. تحريك العين دي وسيلة واضحة جدا بتبين ساعتها عدم الاحترام، انها ممكن تكون حاجة عادية بين الصحاب، علامة أو إشارة بتبين إن الشخص ده متضايق أو خدوني من هنا أو إيه اللي بيحصل هنا. بس بقى لو كانت مع مدير أو زميل أو حتى شخص أنت ما تعرفوش، فدي حاجة مهينة ومش مناسبة خالص. 7، إنك أنت تنسى تبتسم، خصوصا لما بيكون في موقف جاد فانت بتنسى تعمل ده، مع ان دي حاجة قوية جدا بتظهر الثقة بالنفس، وعندها قدرة عالية جدا انك انت تعرف تتواصل مع الاخرين، وكمان بتعدي اللي حواليك وتخليهم هم كمان يبتسموا، بتدي ايجابية وانفتاح. مش قلت لك حاجة مهمة؟ بس تفتكر ان انت تجبر على الابتسام يبينك انك انت مش صادق، وكمان بيقلل ثقتك بنفسك. 8، التواصل بالعين كتير او قليل. عدم التواصل البصري يبين عدم الثقة او عدم الاهتمام، وده بيخليك انك انت مش جدير بالثقة. وعلى العكس من ده خالص، انك انت تبرق كتير ممكن يبينك انك انت شخص عدواني او منزعج. حاول تختار النظرات المناسبة اللي ليها معنى. 9، فرك الرقبة. ممكن تكون عادة انك انت تخفف التوتر او حتى تتخلص منه، مع ده خد بالك جدا لحركات ايدك. حاول انك انت تقلل الحركة دي علشان خاطر لو زادت قوي، سواء بقى قصدك او مش قصدك، فده بيدي قلق وانزعاج للاخرين. 10، اتجاه العين وانت بتتكلم. لما تيجي تتكلم مع حد، راقب قوي 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 كده عينه من قريب. بيقولوا ان العين بتتكلم بصوت اعلى من الكلام. هتكشف لك على فكرة كتير جدا حتى لو مش بتفهم في لغة الجسد. زي مثلا الشخص لو بص للأعلى واليمين، هو هتلاقيه كده بيتخيل حاجة في ذهنه. في بعض الأوقات اللي بيكذبوا بيعملوا الحركة دي علشان خاطر بيلفق وقتها صور ذهنية. ولو الشخص بص من الأسفل للشمال، ده معناه إن هو بيتكلم مع نفسه، بيحاول إن هو يفتكر حاجات من الماضي. آخر حاجة بقى 11، بتقفل وبتفتح عينيك كتير، إنك ترمش، دي حاجة طبيعية.
كلنا اكيد بنعملها، بس في بعض الاوقات بتلاقي نفسك بترمش كتير. البعض بيقول ان ده ممكن يكون بسبب التوتر والاعصاب او القلق، او حتى لما يكون الشخص بيكذب. وعايزاكم تقولولي في الكومنتات ايه اكتر طريقة بتستخدموها من الطرق دي.